برو كاب هديه على كل باروكه هتاخديها من عند مارو. دي هديه عيد الاضحى. كلنا عارفين ده سعره كام، وروح خشي اسالي عليه عند النت، بس ده اهو الاصلي. هوريكي شكله في الكرتون اهو، وهوريكم بيستخدم ازاي. ماشي 3 مستويات على اي باروكه هتاخديه. هعرفكم ده كله ايه، بس هوريكي شكل الباروكه بالمره. اي باروكه، الباروكه اللي انا هلبسها لكم دي ب 750 وعليها البرو كاب هديه. الكاب ده لازمته ايه؟ البرو كاب بتعملي شعرك حمام كريم، سوري حمام زيت، بتعملي شعرك حمام زيت وبتدهني شعرك فيه وتحطيه على راسك وتحطيه في الفيشه وتشغليه. امن جدا جدا جدا. يعني الباروكه اللي انا لابساها دي لا هي قصيره ولا هي طويله، القصه بتاعتها شمال ويمين زي ما انت عايزه اهي. عايزه ترجعيها لورا كده كده اهي معانا، مش هتقولك لا خالص. دي بقى فيها سوسته للتدقيق والتوسيع، ومعاها دي بتشديها بتعمليها على حسب مقاس راسك عشان خاطر البخار كله ينزل على راسك. احنا كلنا بنبقى عايزين نعمل حمام زيت لشعرنا عشان نعتني بيه. يعني انا جبت لك باروكه عشان خاطر ما تعمليش شعرك على طول مكوى واستشوار وتحرقي في شعرك ولا صبغه، تاخدي اللون اللي انت عايزاه 750. مش بس كده، كمان هخليكي كمان تهتمي بنفسك او بشعرك يعني. فهتحطيه على شعرك وبتقفليه بقى تاني كده بعد ما بتضيقيه، وتحطي ده في الفيشه. مش عارفه هينفع احط لكم، استنى هيبان ولا لا. بيطلع، انا لسه ما جربتهوش بس كل الريفيوهات اللي عليه فظيعه، عشان كده قلت لازم اجيبه لكم. استنى، اللي عايزه يكلمني على 012 72 55 4401 012 72 55 4401. الهدايا كانت موجوده من يوم السبت اللي فات. انا ما فيش اوردر وصلته يوم السبت اللي فات، ما كلمناهمش وقلنا لهم ان في هديه، حتى لو انا اللي كنت لسه ما عرضتش عشان خاطر بس يعني الدنيا كانت زحمه الحمد لله، ما كانش عندي وقت خالص للتصوير. بس انا ما بعرفش افكها. نقول ان هي كده. استنوا احط لكم في الفيشه. هنقفل الاضاءه. دي هتبقى موجوده في فرع مصر الجديده وفرع الظاهر. الاضاءه قفلت ماشي اهو. بصوا امن اهو، بحط لكم الفيشه. استنى اهو نور اهو، شايفينه كده؟ قفلتيه وادي المستويات بتاعته اهي. لو فيها خطر انا مش همسكه. فظيعه جدا، كل الريفيوهات اللي عليها فوق الفظيعه. قلت لازم اجيب لكم زييه. انت هتعملي شعرك بعد الشاور حمام كريم، حمام زيت، وتحطيها عليها 10 دقايق بتمتص كل حاجه في جسمك. تفتح لك المسام بتاعت فروه راسك، عشان بدل ما انت مثلا تعملي كده على طول وتحطي فوطه فيها دافيه ومش عارف ايه ونعملها لك زي الفوطه المايكرو فايبر دي، جبناها لك تهتمي بيها زي ما انت عايزه. دي هتبقى هديه على اي باروكه. اي باروكه من اول 700 750 2000 2100، حتى كمان الكوري في 1600 و1850. مفيش باروكه مش هتطلع عليها دي، مفيش باروكه مش هتطلع عليها دي. بصوا دي ناعمه ازاي، شايفين الحرير؟ بصوا الطول، لا هو طويل متر ولا هو قصير. يعني عندي المتر وعندي ده، يعني انا عندي كل الاطوال. القصير ب 350 ب 700 والطويل ب 750، وعليه البرو كاب كمان هديه. بص معلش بس بسرعه، محدش يجي يقول لي في حد بيبيعه ارخص في حد بيبيعه اغلى. انا ماليش علاقه بحد خالص. فرق الماتيريال بيني وبين اي حد تاني معروف. في باروكه طبيعيه بتتباع ب 5000 جنيه ونفس الباروكه الطبيعيه بتتباع ب 20000 جنيه. اكيد دي مش زي دي. انت لما تروحي عند فلان تشتري باظ ب 50 جنيه غير لما تروحي تشتريه عند نفس الفلان، تشتري نفس الباظ يعني عند فلان تاني تشتريه بكذا الف جنيه. في طبعا اختلاف جذري، فمحدش يقارن حد بحد. لا تقارنيني انا بيها ولا تقارن، مش عشان هي وحشه ولا حلوه، كل واحد حر. انا عندي الباروكه دي، تعالي شوفيها، حطي عليها المكوه زي ما انت عايزه،
مكوه لحد 750 درجه اللي هي اللي عندنا. ما تجيبيش مكوه بروتين بس عشان خاطر ايه، مش عايزه يعني حد يعني يتكلم اكتر يعني. الباروكه اهي قدامك ناعمه، تعمليها زي ما انت عايزه اهي. القصه بتروح شمال ويمين، مش الشعرايه واقفه، مش ناشفه، مش ما تيجي تعمليها كده تلاقيها مش قادره تتحرك ولا بتاكلك او بتشوكك. ده حاجه وده حاجه تانية. الصين ما خلتش اي حاجه، الحاجه ام جنيه خلتها ببريزه، فاكيد الحاجه ام جنيه مش زي الحاجه ام باريزه. فايه، خلينا سكه ودغري على بعض، على الدغري بضاعتنا مش زي اي حد، وربنا يشهد على الكلام اللي بقوله، ماليش علاقه بحد. بصوا شايفين الحرير الجمال اللذاذه، بصوا عامله ازاي. هتبقي كده بقى في العيد وانت بتذبحي بقى وانت بتمرمطي نفسك بكده، ولا يبقى شعرك واقف كده قدام الناس كلها وتمسكي بقى دي وتغسلي وتعملي الكبده والكرشه والفشره والحاجات دي كلها، ولا تبقي كده مهندله وترفعي شعرك كده قدامهم وتقفي بقى ايه زي القمر. انا مش حاطه فلاتر، مش حاطه اي حاجه، مش حاطه حاجه في وشي غير اللينسز بس. تاني هقول 623 شارع بورسعيد، ده فرع الظاهر. بنشحن كل مكان، بس خدوا بالكم يا جماعه من موضوع الشحن، ناقص لنا اسبوعين بس على العيد، فتقريبا يعني ناقص لنا مثلا 3 مرات 4 مرات شحن بس، فننجز بسرعه نلحق الشحن قبل ما يفصل قبل العيد، عشان انتوا دايما كده تيجوا على اخر الباب وتفتحوه. مصر الجديده 16 شارع الحجاز قدام 12 ابو الفتوح. 16 شارع الحجاز قدام 12 ابو الفتوح. انا 16 ابو الحجاز 16 شارع الحجاز هنا، انا في العماره دي بس في ظهرها، يعني انا في عماره 16 بس في الظهر مش في الوش، مش على الشارع الرئيسي، الموازي ليه عند مجمع المحاكم. يا رب بس كلنا نفهم العناوين كويس. الظاهر تعالي، او ده الفرع الرئيسي اللي غالبا يعني هيبقى فيه في حاجات. بصي يعني خلينا نقول دي فيها مصر الجديده والظاهر. اي باروكه هقول لكم ايه اللي موجود في مصر الجديده بس وايه اللي موجود في الظاهر بس. نعدي بس اليومين بتوع العيد دول واظبط لكم الفرعين. بصي هو بيجيلك بالطريقه، يعني انت تستلميه بالطريقه دي تمام، بس انا عشان الشنطه صغيره شويه فانا بحط لك ده لوحده والكرتونه بتاعته لوحده، فمعلش انت بقى جمعيها مع بعض او ارمي الكرتونه واستفزي بدي. هو المفروض بيبقى كده عشان ما تجيلكيش تقولي لي يا مارو دي جات لي حاجه ثانيه غير اللي انت عرضتيها. هي بتجيلك كده بالظبط، بس احنا فكيناها عشان خاطر بس تنفع تجيلك في الشنطه، مساحه الشنطه مش نافعه. تمام، مستنياكم كلكم يا اما تطلبوها يا اما تيجوا تاخدوها. مفيش حد دخل المحل من يوم الجمعه اللي فاتت اللي هو كام، احنا شهر كام؟ 3 يوم الجمعه كان كام؟ احنا دلوقتي 3/6/2024. النهارده ايه؟ السبت 1. السبت 1 يعني كان يوم 30. احنا طالعين من يوم الجمعه صح؟ طلعنا السبت، من يوم السبت طلعنا من يوم، لا طلعنا من الجمعه. السبت طلعنا من يوم السبت كل البواريك اللي طلع، يعني اي حد دخل المحل او طلب اوردرات طلعنا كلها بده، يعني مفيش حد دخل المحل عند مارو غير لما خد الهديه، حتى لو انا ما كنتش قايله عليها، عشان لو رحت عند حد تاني يبقى مش مارو. مفيش حد يوم الحد اللي سبت ما خدش الهديه، حتى اللي جم الحد يعني الحد اجازه، الحد اجازه بس يعني كان في ناس مستعجله جدا وكان في ناس قريبه. تمام، فمعلش احنا اسفين. البروكه هتجيلك، البروكاب هيجيلك بالطريقه دي، هيجيلك بالطريقه دي. ماشي، باي.